يسموك من اليوم ما تزيديش تشري لي كراميل من برا، كراميل بالقول نسلي، الوصفة ناجحة 100%. تبعي الوصفة لآخر، وفي آخر فيديو نعطيك السر اللي يخليها كل ما قعدت كل ما تثقل وتحكم روحها وما تسحلكش من الحلوى تاعها. نجيبو في كاسرون، نجيبو كاس تاع السكر، نديرو فيه كاسرون على 3 دفعات حتى يذوب مليح ويولي كراميل. ما تشعليش الفرن مليح باش ما يتحرقلكش ويمررلك السكر. نديرو على 3 دفعات على نار هادية حتى يذوب لنا قاع السكر. كي يذوب كامل السكر ويولي ليكيد ما تشوفيش الحبيبات تاع السكر يبانو، هذاك الوقت اللي نحركوه بالمغرفة تاع اللوح ولا لاسباتول، نحركو مليح حتى يذوب كامل مليح ويولي سائل. نعاودو نرجعو فوق النار الهادية ونجيبو نص كاس ماء يغلي يغلي مع كاس تاع حليب غبرة تاع لحظة، نخلطوهم كيف كيف ونضربوهم بالميكسور حتى يولي لنا سائل ليكيد وثقيل. نضربوهم مليح حتى يثقل ويذوب قاع الحليب في الماء المغلي. صدقوني لا جربتي هذه الوصفات تنجحي فيها 100% وتنسي الكراميل تاع برا، تجيك بالقول كراميل بالقول تاع النيسلي، روعة وبلا كريم فريش. تابعي الفيديو حتى الاخر باذن الله حتنجحي فيها. نضربوه مليح حتى يذوب لنا قاع الحليب. نجيبو السكر تاعنا اللي ذاب، نديرو مغرفة كبيرة تاع زبدة ورشة مليحة تاع الملح ونخلطوها، نخلطو الزبدة حتى تذوب كامل. كي تذوب لنا الزبدة مليح نزيدو هذاك الخليط تاع الحليب ونخلطو مليح هكذاك سخون باش ما يتكتلناش من قبل ما يبرد، لازم تكون هنا يدكم خفيفة. نرجعو فوق نار مهيلة واحد 2 دقايق نحركو. هنا نجيبو 200 غرام شوكولا بيضة وهذا هو السر، ما تذوبلكش مهما كانت سخانة. نقطعوها ونديروها في الكراميل تاعنا وندخلو هذيك الشوكولا مليح في الكراميل تذوب سخانة تاع الكراميل. ورانا تحصلنا على كراميل بور سالي بالقو تاع النسلي، ما تفرقيهاش نتاع نسلي. إذا لحقتي لهنا وعجبتك الوصفة ما تنسي الإعجاب والاشتراك فضلا وليس أمرا. تجي بغيونت، تجي ثقيلة وكل ما قعدت وبردت ثقل كثر. هنا شوية حكمت روحها شوية، بصح كل ما قعدت تستعمليها اللي كي تستعمليها اللي جالاكسي تستعمليها اللي صابلي تلصقي بها الصبلي. شوفي بعد ما بردت شوية بالك تزيدي تشريها لي من اليوم، اعتمدي الوصفة وتعطيك كمية دوبل. ما تضيعيش دراهمك وخدميها في دارك. المقادير موجودة في كل بيت، موجودة غير في البلاكار تاعك. ان شاء الله تسييها وارجعي لي في التعليقات. الحق الفيديو الى نهايته، في امان الله، الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.